الكلام. خش كوميتمنت مع حد يسلمك ويقسط لك على 10 و12 سنه، ده ضحك على الدقون، هتزعل. وياما ناس عملت مشاكل وياما ناس جالها سكته قلبيه، اكيد انت شفت، فكفايه. انا هتكلم في الموضوع ده بس النهارده عشان كميه الاعلانات اللي عماله تطلع، كميه البروكرز اللي عمالين يكلموا كلاينتس وعمالين يوهموهم ان احنا هنبيع لك احلى شقه في احلى كومباوند بلاندسكيب ووتر فيتشرز و85% جرينريز والكلام ده كله. وللاسف الكلام ده هاي ريسك. ليه؟ عشان هم اصلا مطورين غير مضمونين بالمره، مطورين لسه جداد، لسه داخلين السوق العقاري جديد جدا، حتى لو ليهم سابقه اعمال. بس سابقه اعمال ايه؟ بنى عماره هنا ولا بنى 10 عمارات هنا ولا بنى 20 عماره هنا. الموضوع اكبر من كده بكتير. انك انت تروح اخر الدنيا واخر العاصمه وتروح الار 8 وتشتري مع ديفلوبر 90% منهم لسه جداد على المنتجات اللي هي بتاعت الكومباوندز، وازاي يعرف يعمل كومباوند ويدير الكومباوند ويحافظ على المينتنس بتاعتها. الموضوع بجد صعب. في اسامي كبيره وفي شركات كبيره وكلنا عارفينهم، وهتلاقي في ناس متضرره من المشروع، متضرره من الكومباوند بتاعه. ليه؟ بسبب سوء المينتنس، بسبب ان الووتر فيتشرز او اللاندسكيب ما اتعملتش كما ينبغي. طب ليه بقى عاطف الكلام ده؟ عشان الموضوع ده صعب. الموضوع ده فعلا مش سهل فعليا. انك انت تحط فلوسك في شقه زي مثلا زي بيت الوطن ولا اللوتس ولا الاندلس ولا النرجس الجديده، انا من وجهه نظري فعلا اقل خطوره. يعني ممكن يكون الاثنين بنفس السعر، ممكن الحته بتاعت اللوتس ولا الاندلس ولا النرجس الجديده البيمنت بلان بتاعتها مضغوطه شويه، بس انت بتاخد شقه جوه عماره مش صعبه في الانشاءات. الموضوع كده كده المطور ولا المقاول بيبنيها وبيمشي، وبعد كده الموضوع بيدور ازاي ما بين الشقق. انتوا كلكم على بعض 8 جيران، 10 جيران، 12 جار، فلو كل واحد دفع شويه فلوس شهريا كمينتنس، او لا قدر الله لا قدر الله المطور ده او المقاول ده ساب العماره وما كملهاش بالفينشنج الاخير، سهل تتعالج. وبنشوف الموضوع ده كده كتير. يعني انت خد عربيتك وانزل اتمشى في الاندلس ولا في اللوتس ولا في حاجات كده كتير، ممكن تلاقي عماره المداخل لسه مش خلصانه وفي ناس ساكنه. طب ده ليه؟ المقاول مش ساب العماره ومش اخد فلوسه وباع الشقق وخلاص خلصت ومشي، او الاسعار غليت وحصل التعويم والكلام ده كله. فانت عايز تقول لي ان مطور عايز يقول لك ان هيسلمك بعد 4 سنين في العاصمه وياخد له فيها سنه تاخير، 3 سنين كمان على ما المرافق تخش والحياه تدب فيها هناك؟ الموضوع ده فيري هاي ريسك. نصيحه مني، حط فلوسك في بيت الوطن، حط فلوسك في النرجس الجديده، حط فلوسك مع طلعت مصطفى، روح نور هتلاقي فيها حاجات تقسيط ب 15000 في الشهر و17000 في الشهر. هو ده الشهري، وهتلاقي في اخر السنه 150000 جنيه ولا حاجه، بس حد مضمون. خلاصه الكلام، تحط فلوسك مع اسم كبير مع حد مضمون، يا اما تروح تحطها في شقه في عماره عاديه جدا جدا جدا، ابرك لك امن لك حفاظا على فلوسك. تخش كوميتمنت مع حد يسلمك ويقسط لك على 10 و12 سنه، ده ضحك على الدقون، هتزعل. وياما ناس زعلت وياما ناس نزلت مظاهرات وياما ناس عملت مشاكل وياما ناس جالها سكته قلبيه، اكيد انت شفت، فكفايه.